السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي سارة كويزين غوز. نتمنى هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال وتلقاكم نتوما في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. عواشر مباركه. غبره هذه غبرت عليكم. 6 شهور تقريبا 6 موا ما نزلت باش نزلت اخر فيديو في القناه. كنشارك معكم غير فيديوهات قصار، كنكون اكتيف شويه في الانستغرام، كننزل فيديوهات قصار وكنشاركهم معكم هنايا في اليوتيوب. الصراحه التفاعل ناقص بزاف وجاني واحد الاحباط من اليوتيوب وقلت صافي غادي نوقف. صراحه 3 سنين هذه دابا باش فتحت القناه وباقي ما تفعلت ليش القناه. فكنتمنى اللي اول مره كيشوف الفيديو عجبكم المحتوى ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات باش يوصلكم الفيديوهات الجداد. والناس اللي معايا قدام متابعني شكرا بزاف على الدعم والتشجيع، والناس اللي سقسات فيا في الانستغرام شكرا بزاف. وغادي نشارك معكم اليوم روتين بديت معكم من الصباح، شاركت معكم الفطور ديالي كالعاده. ودابا بغيت نشارك معكم مع البنات المنتجات اللي كنستعمل البشره ديالي. عندي بشره دهنيه، بغيت نشارك معكم واحد لاغام هذه ديال بيوديرما، لقيت عليها بزاف وبغيت نشاركها مع البنات اللي عندهم البشره دهنيه وكيعانيو من لاكني. انا كنعاني من لاكني في المنطقه ديال الدقن مونطو، كينوضوا لي بعض الحبيبات. والصراحه هاد لاغام هادي مزيونه بزاف ديال بيوديرما. هذاك جين طويون هذاك الزرق كامل 156 ولا 150 درهم شي حاجه بحال هيدا. وهذيك لا كريم صغيره ديال بيوديرما ديك سيروم جلوبال كتعمل، هذه سيروم جلوبال كتعمل غير في البلاصه اللي فيها لاكني، غير فوق الحبه، ما كتعملش في الوجه كامل. وتقدر تعملها فوق المنخار ديالك، فوق النيف ديالك. الناس اللي عندهم لي بوين نوار كتحيد لي بوين نوار. وعندي هاد لاغام هادي ديال لوريال ديال لاسيد هيلورونيك، كنت شاركتها معكم كنستعملها بالليل. هذا سيروم ديال الشعر مزيون بزاف الشعر. هاد الفيتامين دي ما كناخذوش بزاف. هذا الفيتامين سي اللي كناخذو عندي هيدا كومبريمي، هادو ديال كندا كانوا جاوني من كندا. وها كاينه هاد لا كريم هادي ديال اليدين، هاد لا كريم هادي ديال زيت العود مزيونه بزاف ديال ماركادونا، كتعمل 35 درهم من 30 درهم. وما نساوش لاكرون كنستعمل هذاك ديال سيرين. بصراحه داك سيرين ديال البشره، البشره الجافه هو دهني، حيتاش باش ما كتنشفش البشره كتبقى دهنيه، مزيون بزاف. ومع دابا الصيف ضروري ما نخرجوش بلا اكرون. هذاك اكرون انفيزيبل. وهاد لابغوس هذه ديال فيشي صراحه ماشي شي حاجه مزيانه، كنستعمل وحده اخرى هذيك بحال ديال فوريو، هي ماشي ديال فوريو بحالها صغيره مزيونه. هذه لا ماشي مزيونه، كتخدم ماشي بخاتيك، كتخدم بلي بيل وماشي بخاتيك بحال الاخرى. وصافي كان هذا البارطاج بغيت نشاركو معكم.
وبغيت نشارك معكم البخور اللي كنستعمل. هذا البخور ديال الدرهم، كاينه هاد البواطه هذه الكبيره، هذا الدرهم كاينه الفضي وكاينه الذهبي. صراحه الريحه ديالهم جوج بهم مزيونه. كاين هذا كنظن كيما 70 درهم ولا 80 درهم على هذا الشكل ديال الاقراص، وكاين هذا داك الصغير 30 درهم هذا الذهبي. تا هو الريحه ديالو مزيونه بزاف على هذا الشكل هذا بحال ديال الشوكولا. كتعمل منهم غير شويه هيدا فوق الفحم، كيعطي رائحه مزيونه بزاف، تبخروا به في الدار. ودابا غادي ندوزو نشارك معكم الوصفه ديال الكونفيتور اولا ديال المربى ديال المشماش. فاكهه موسميه كاينه دابا بزاف. خديت هنايا تقريبا 1 كيلو، وغادي اول مره غادي نعمل هذه الوصفه هذه ديال الكونفيتور، وبغيت نشاركها معكم. صدقت مزيونه بزاف، بغيت نشاركها معكم. انا غادي ناخذ الحبات ديال المشماش وغادي نقسمهم على جوج، وغادي نحيد النواه اولا القلب ديالو. غادي نسالي الكميه اللي عندي، عاد نوزنها تنحيد منه العظم، عاد نوزن شحال عندي ديال الكونتيته ديال المشماش. نفس الكونتيته ديال المشماش غادي نعملو ديال السكر. بالنسبه ولا كانت الحبات حلو ماشي حلوين، الا كان عندك المشماش ديالك حلو ممكن تعمل غير نص ديال الكونتيته ديال السكر على حسب تينا كيفاش بغيتي الحلاوه ديال الكونفيتور. ممكن تعمل غير نص ديال القياس ديال السكر، وممكن تعمل نفس القياس ديال المشماش نفس القياس ديال السكر. انا هنايا استعملت نصف الكميه ديال السكر حيت كان المشماش حلو. غادي ناخذ واحد البول وغادي نعمل المشماش اللي حيدت له النواه ديالو، وغادي نزيد عليه السكر وغادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه ليله كامله. شوف السكر كيفاش داب والحبه المشماش تشربوا هذاك السكر، والسكر جا عما. هذوك البلايص اللي كحل هما البلايص اللي طيبين في المشماش كيرجعوا في هذاك اللون. الا بغيتو تحيدوهم ولا بغيتو تخليهم، انا خليتهم. غادي ناخذ واحد الطنجره اولا كاسرول وغادي نفرغ فيها هذاك المشماش مع ديك الماء ديال السكر، وغادي نعملو على عافيه مهيله. المجمر الصغير في البوطه والعافيه تكون مهيله بحال الشماعه، وغادي نخليوه ومع التحريك بمعلقه ديال الخشب نبقاو نحركو مره مره ونخليوه على نار مهيله. هنا حين غيبدا يغلى غادي نغطيه وغادي نخليه حتى يطبخ مزيان يغلى تقريبا 1 ساعه الا ربع. انا عندي الكميه غير صغيره، ممكن تستعملوا شحال ما بغيتو. انا خديت غير كونتيته صغيره جربته وصدق مزيون بزاف، وبغيت نشاركو معكم تجربوه حتى نتوما. فاكهه موسميه موجوده دابا، تعملوا كونفيتور في الدار. وها هو القوام اللي كنحصل عليه. الا بغيتوه خفيف غادي تخليوه شويه يبقى فيه هذاك الماء ديالو. هذا هو القوام مزيون ديال الكونفيتور. ها هي حين بردت هي كتجي لهذا الشكل هذا. ممكن تحتفظوا به بحال هيدا. كتشوفوا القوام ديالو كتجي فيه واحد اللمعه مزيونه والمذاق ديالو كيحمق. انا غادي نطحنو، ما بغيتش يبقى فيه هذيك الطريفات. غادي ناخذ هاد لاشواغ هادي وغادي نخلي هذاك الكونفيتور تبرد تماما، وغادي نفرغه في الاشواغ وغادي نطحنو. هنايا عندي القريعات اللي غادي نعملهم نفرغ فيهم الكونفيتور. خصني عملتهم في كاسرول فيها الماء، وغادي نخليهم يغلوا هما والغطايات وهذيك الفرشات باش غادي نهزهم باش نعقمهم، وغادي ننزلهم على واحد المنديل يكون نقي حتى ينشفوا. هنا طحنت هذاك الكونفيتور صافي، ودابا غادي نفرغوه في القريعات ديالي. عمل لي تقريبا جوج من هاد القريعات هادو، واحد القريعه صغيره وواحد القريعه ديال 250 غرام ديال نوتيلا غسلتها وعمرتها حتى هي عطيتها نحماتي، وخليت انا هاد القريعات صغار حيت بوحديتيني غادي ناكلو في الدار. وصفه مزيونه ولذيذه، بغيتكم تجربوها. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الكونفيتور هذا القوام ديالو ممكن تخليوها بحال اللي شفتو في الاول، وممكن طحنوا هيدا ولا ما بغيتوش هذوك الطريفات ديال الكونفيتور. كيجي مزيون بزاف وماشي حلو ديك الحلاوه. نتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.